In the CAF is no easy game, never. To be honest, since I came, it's my first CAF, been really deep. تصريح خطير من إبراهيم دياز في أول ظهور له بعد هزيمة المغرب أمام السنغال، ويعلن عن مفاجأة كبرى ويكشف السبب الحقيقي لإضاعة ركلة الجزاء. شاهد ماذا قال. ولكن قبل البداية اضغط لايك على الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس إفريقيا، خرج إبراهيم دياز عن صمته لأول مرة وأدلى بتصريحات للإذاعة الإسبانية منذ قليل، وقال: سأعترف للمرة الأولى بسبب ضياع ركلة الجزاء أمام منتخب السنغال، وسأقول الحقيقة. بدأ دياز بالحديث عن تفاصيل مروعة وصادمة وراء تلك اللحظة الحاسمة التي أضاع فيها ضربة الجزاء، مدعيا أنها لم تكن خطأ تقنيا ولا نتيجة ضغط نفسي، بل كانت قرارا متعمدا لحماية أرواح المدنيين المغاربة في السنغال. وقال دياز بصوت مرتجف: أنا أهدرت ضربة الجزاء عمدا، كان قرارا واعيا وليس خوفا من الفشل أو من لحظة الحسم كما يعتقد الجميع. لقد فعلت ذلك لحماية الجماهير المغربية في الملعب وحماية جالية بلدي في دكار. وأضاف دياز أن الأجواء داخل الملعب كانت مشحونة بما يتجاوز التنافس الرياضي. لقد شعرنا كفريق بأننا في مرمى النار، وأن سلامة جماهيرنا المغربية المخلصة التي حضرت لتدعمنا من على بعد آلاف الكيلومترات كانت على المحك. وتابع حديثه قائلا: تلقينا اتصالا من رئيس الكاف وطلب مني على المستوى الشخصي إضاعة ركلة الجزاء، فهذه المباراة من أجل أرواح المدنيين في السنغال. كان هناك ضغط رهيب، وكنت أتعرض لتهديدات واضحة أثناء المباراة، وتعمدت ضياع ركلة الجزاء بتعليمات من رئيس الكاف خوفا على المغاربة المقيمين في السنغال. قال دياز أيضا: أكد لي رئيس الكاف أن هناك قراراً تاريخياً قادم وعقوبات ضد السنغال وضد الجمهور، ومن الممكن خلال ساعات الإعلان عن سحب اللقب من المنتخب السنغالي ومنحه للمغرب. وختم دياز حديثه قائلاً: أنا واثق تماماً أن منتخب المغرب لم يخسر كروياً داخل الملعب، بل كانت هناك ضغوطات رهيبة، وأعد الجمهور المغربي بتقديم أقصى ما أملك في الفترة القادمة. وفي النهاية، شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.